وبكده عالم جيمس جان هينتهي من قبل ما يبدأ. سلام عليكم. طبعا أنا وإنت والناس كلها فقدنا الأمل في عالم دي سي السينمائي، خصوصا بعد الأخبار الأخيرة والعند المستمر من جيمس جان اللي مصر يخلص على كل حاجة لها علاقة بالعالم السينمائي، زي إلغاء أعمال الكل كان مستنيها وحذف مشاهد الكاميو اللي كانت هتحصل في أفلام زي ذا فلاش أو أكوامان أند ذا لاست كيندم. ولكن أعتقد إن الأخبار اللي طلعت دي وردود الأفعال اللي حصلت عليها ممكن تقضي على خطة جيمس جان وبيتر سافرين من قبل ما تبدأ حتى. إزاي ده هيحصل؟ كمل الفيديو للآخر وما تنساش تأكد إن أنت مشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا، وما تنساش طبعا اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض فشل عالم دي سي الجديد. طيب، عشان في ناس كتيرة كانت بتقولي إنك بتطبل لزاك سنايدر وإن جيمس جان عايز يبدأ عالم جديد على نظافة والكلام الفاضي ده كله. يعني الراجل لو كان عايز يبني عالم جديد فعلا ويعمل ريكاست من أول وجديد فكان المفروض إن هو هينفذه على الكل، إنما الموضوع هنا مختلف. انت هنا شلت سوبرمان هنري كيفيل عشان تبدأ مع سوبرمان جديد، وسايب سوبرمان صاحب البشرة السمراء عشان خايف من الأجندة. وغير كده المجاملات اللي بتحصل، يعني ليه مثلا ما شلتش مارجوت روبي مع الكاست القديم، والمفروض برضو ان مراته جزء من العالم القديم برضو، دول ليه موجودين لحد دلوقتي؟ أظن الموضوع واضح. وغير كل ده الأخبار اللي طلعت اليومين اللي فاتوا كانت مستفزة أكتر، زي إن في مشهد كان فيه هيظهر سوبرمان ووندر وومن في فيلم ذا فلاش اتشال بسبب جيمس جان. ومش بس كده، كمان ظهرت تفاصيل أكتر عن فيلم مان اوف ستيل 2 وإزاي كان الفيلم ده هيكون واحد من أحسن أعمال دي سي لو كان حصل. يعني بالنسبة للكاميو اللي كانت هتحصل في فيلم فلاش دي أكيد كانت بتمهد لحدث كبير زي جاستس ليج 2 مثلا، بس عشان خطة جيمس جان لغوا كل ده. يعني دي المفروض المعلومات اللي نعرفها عن فيلم لسه منزلش. تخيل معايا فيلم ذا فلاش ممكن يخسر قد ايه بسبب الأخبار اللي طلعت عليه. كل الأفلام اللي هتنزل السنة الجاية المفروض إنهم منتظرين منها إيرادات كبيرة عشان تعرف تبني عالم سينمائي، بس إزاي والأفلام دي ما عادش ليها أي لازمة بعد ما عرفنا إن سواء فلاش أو شازام أو أكوامان أو حتى بلو بيتل مش هيكون لهم دور قدام. وده ممكن اللي هيخلي نسبة الحماس للأفلام دي تنزل للصفر بسبب الدعاية السيئة والأخبار اللي طلعت. وكده الميزانية بتاعتك مش هتكفي حتى سنتين من ال10 سنين الجايين اللي المفروض اللي انت بتبني ليهم. انت متخيل ان استديو لسه خسران حوالي 100 مليون دولار على فيلم زي باد جيرل، ما بالك بقى لما يلغي عالم كامل، خصوصا وان لسه في افلام هتنزل جوه العالم ده. اعتقد ان ديفيد سازليف كان ماشي كويس جدا لحد لما اعلن ان جيمس جان وبيتر سافرين هما اللي هيمسكوا الخطة الجديدة، ومن ساعتها واحنا ما سمعناش اي اخبار حلوة. يعني كفاية بس تفاصيل فيلم مان اوف ستيل 2، الفيلم اللي المفروض فيه سوبرمان هيتحد مع سوبر جيرل ضد برينياك. يعني انت متخيل الملحمة اللي كنا داخلين عليها؟ ولكن جيمس جان دمر كل ده، والمفروض في بداية السنة الجديدة هيعلن عن العالم الجديد بتاعه. بس بعد الخسائر اللي بتحصل دلوقتي أظن لازم نسمع لصوت العقل اللي بيقول خلص العالم السينمائي بتاعك الأول. يعني مثلا فيلم مان اوف ستيل 2 ده لو كان حصل أعتقد إن هو كان هيجيب إيرادات محترمة، وزيه فيلم ذا فلاش وفلاش الجزء التاني اللي كان منتظر، وفيلم وندر وومن الجزء التالت اللي كان المفروض هيحصل فيه كاميو ما بين الثلاثي باتمان وسوبرمان ووندر وومن. وغير كده عندك الجاستس ليج ضد دارك سايد، دي معركة وملحمة ممكن تجيب لك ملايين المليارات لو حصلت بشكل منظم
وخليت الخطة دي تكمل للآخر وتتقفل على الأقل بشكل محترم، بحيث إن يكون معاك ميزانية بعد كده لو عايز تعمل خطة جديدة أعملها. يعني هو عامة عالم زاك سنايدر اللي الكل شايف اللي احنا بنطبله، العالم ده عامة كان هيخلص في 3 ولا 4 أفلام بالكتير، وبعدها اعمل اللي انت عايزه. على الأقل كان هيكون معاك فلوس تعرف تكمل بيها الخطة الجديدة. إنما انت بتتكلم دلوقتي في استديو خسران حوالي 50 مليار دولار، انت متخيل الرقم؟ وغير كده اصلا عقد جيمس جان وبيتر سافرين مع الاستديو ما كملش 5 سنين على بعض، العقد المفروض ان هو 4 سنين. يعني هم حتى مش ضامنين يكملوا خطة ال10 سنين بتاعتهم. فليه تبدأ حاجة انت مش عارف ان انت هتخلصها ولا لا، وقدامك عالم تاني ممكن تخلصه وممكن تطلع منه بأرباح كويسة تخليك تتفادى الخسائر اللي انت فيها. ولكن أظن إن هما هيفضلوا ماشيين بالعند ده لحد ما يخسروا كل حاجة، وساعتها هنسمع إن الاستوديو تم شراؤه بالكامل. وأتمنى إن ديزني ما تحطش إيديها عن الاستوديو ده كمان، ونشوف استوديوهات تانية تقدر تعمل حاجة نضيفة بالأعمال اللي موجودة. لأن ورنر براذر حتى بعد صفقة ورنر براذر ديسكفري واضح إن هي بتمر بأزمة كبيرة جدا ومش هتعدي عليها على خير. وعالم دي سي اللي هم معتمدين عليه بشكل تجاري حتى ده مش هيكون موجود قدامهم. فيعني ومن غير مبالغة أيا كان اللي هم ماشيين فيه دلوقتي مظنش إن هم هيعرفوا يكملوه للآخر. وأعتقد إن ممكن نرجع لصوت العقل ونرجع للمنطق، وده اللي ممكن يخليك ترجع تقف على رجليك مرة تانية. بدل ما انت بتعاند مع الجمهور ممكن تكسبهم، ومن الناحية دي تكسب كمان إيرادات وتعرف تعمل أفلام أكتر وتقف على رجليك. أما كل اللي بيحصل ده يعتبر عك. أظن إن دي سي بتمر بفترة أصعب حتى من اللي كانت بتمر بيها مع والتر حمادة، والفضل كله يعود لجيمس جان. فلازم جيمس جان يمشي في أسرع وقت ونشوف حد غيره يعرف يبني عالم سينمائي. وبس كده، ده كان كل اللي عندي، وطبعا ده كان مجرد رأي. أتمنى إن أنا أسمع رأيكم تحت في الكومنت عشان نتناقش فيه مع بعض. وكالعادة لو عجبك محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات أكتر ياريت تنزل تشرفنا تحت وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. متنساش طبعا اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.